السلام عليكم يا شباب. النهارده بقى ميعادنا مع يونت 4 جيومتري، وده اول لسن عندنا، وعايزك تركز وتصحصح كويس جدا عشان هقول كلام مهم جدا مش بس للسنه دي، ده للسنه الجايه واللي بعدها ولكل سنينك في التعليم ان شاء الله. تعالى افكرك الاول بالتايبس اوف لاينز. انت خدت قبل كده 3 انواع من اللاينز. اول واحد ده بيسموه لاين سيجمنت، وده بيبقى ليه تو اندز يعني نهايتين، او بيسموها ستارت واند، وده اللي تقدر تجيب اللينس بتاعه باستخدام الرولر بتاعتك، بيبقى ليه تو اندز او ستارت واند. اما التاني بيسموه راي، وده بيبقى ليه ستارت واحده بط نو اند، انا عارف البدايه فين بس ما اعرفش نهايته. الارو ده معناه ان هو ايه؟ نو اند extended to infinity. تمام. الاخير بيسموه ستريت لاين، وده هاز نو ends يعني لا ستارت ولا اند، انا لا اعرف البدايه ولا اعرف النهايه، وده ما اقدرش اجيب اللينس بتاعه، يعني لا هو ولا الري ليهم لينس محدد. تمام كده؟ تمام. تعالى اعرفك برضو بعد كده يعني ايه انجل، او افكرك يعني ايه انجل. Angle is union of two rays having the same starting point. تعال نفهم ده بالرسم. أنا عندي starting point في نقطة هبدأ منها، هرسم راي وراي تاني، تمام كده؟ الاتنين ليهم نفس الستارت. لو سمينا الراي الأولاني بي اي والراي التاني بي سي، هيبقى كده عندي union of two rays بي اي union بي سي. هيعملوا ايه؟ هيكونوا ما بينهم حاجة اسمها انجل. طب الانجل دي هنقراها ازاي؟ الانجل دي بتتقري بثلاث حروف، بس هنخلي البوينت اللي هي الستارتنج بوينت دي هنخليها في النص. يعني لما تحب تقرا هتقول انجل اي بي سي او سي بي اي، المهم ان الفيرتكس او النقطه اللي هي الستارت دي في النص. تمام كده؟ واحيانا بنقول عليها انجل بي بس بنسميها باسم البوينت. جميل. يبقى كده البوينت بي بيسموها الفيرتكس، اما السايد اللي هو البي سي الري الاولاني ده بيسموه سايد، والبي اي بيسموه برضو سايد. يبقى الانجل كده عندها فيرتكس وتو سايدز. ودلوقتي التايبز اوف انجلز. انا عندي انواع كتير من الانجلز، هم 6: زيرو انجل، acute انجل، رايت انجل، obtuse انجل، straight انجل، واخيرا ريفلكس انجل. الزيرو انجل دي يعني ايه؟ تعالى نرسمهم كلهم. انا هحط الستارت، هرسم الفيرست راي، والسكند راي في الزيرو انجل بيبقى عليه بالظبط، يعني التو ريز فوق بعض، وبالتالي يبقى مفيش ميجر، يبقى الميجر بتاع الانجل دي بيسموها زيرو، عشان الميجر بتاعها 0 ديجري. تمام كده؟ لان التو ريز مفيش ما بينهم سبيس. تمام كده؟ يبقى دي اسمها 0 ديجري. هروح للرايت انجل الاول. الرايت انجل بيبقى فيه فيرست راي كده والسكند راي كده بيربنديكولار عليه. بيربنديكولار يعني الميجر ما بينهم ايكوال 90 ديجري بالظبط، يبقى الرايت انجل الميجر بتاعها ثابت، هي 90 ديجري، وبتبقى عامله زي الركن بتاع السكوير كده. تمام كده؟ اما الاكيوت ايه هي بقى؟ ده مثلا الفيرست راي. السكند راي لو عامل كده تبقى رايت انجل، لا هي اقل منه شويه كده بقى، كده اقل اكتر وات ايفر يعني. المهم ان الميجر بتاع الاكيوت انجل اقل من ال 90، صح كده؟ بس اكبر من الزيرو، يبقى الميجر بتاع الاكيوت bigger than 0 و smaller than 90، او between الزيرو وال 90 يعني. نروح بعد كده للستريت انجل، ومن اسمها هي شبه الستريت لاين كده. يبقى الفيرست راي مثلا لو ماشي ناحيه اليمين، يبقى السكند راي هيبقى الاوبوزيت دايركشن ناحيه الشمال، ودي بيسموها ستريت انجل، وبيبقى الميجر بتاعها 180 ديجري بالظبط. طب ايه هي بقى الاوبتيوس؟ هنرسم الفيرست راي، لو رسمنا السكند راي كده تبقى رايت، ولو رسمناه كده تبقى ستريت. لا هي ما بين ال 90 وال 180، يعني اكبر من الرايت بس اقل من الستريت. كده او كده مش هتفرق معايا، المهم ان هي bigger than 90 و smaller than 180. اما بقى الريفلكس انجل اللي هي اخر واحده، لو انا رسمت انجل عاديه زي الاكيوت كده فوق، مش المقصود بيها اللي جوه، المقصود بيها كل اللي بره ده،
انا عارف ان اللي جوه اكيوت وبيبقى الميجر بتاعها اقل من ال 90. فور اكزامبل مثلا ممكن تبقى 40، صح كده؟ الميجر بقى بتاع الريفلكس بتبقى اكبر من ال 180 واقل من ال 360. فور اكزامبل لو خلينا اللي جوه دي 40، يبقى الريفلكس بقى اللي بره كلها، ايوه 360 ماينس ال 40 يديني الريفلكس كلها. بقيه السيركل انت عارف ان السيركل كامله المفروض 360، لو اللي جوه 40 يبقى الباقي 320. جبتها ازاي؟ 360 minus 40. Example number 1. Find the value of x in each of the following. بص نمبر 1 انا شايف قدامي straight angle، هو الراجل كمان كاتب لك عليها straight angle. المفروض ان الستريت انجل الميجر بتاعها يبقى 180. يبقى المفروض ان الكلام اللي مكتوب فوق ده اللي هو 2x minus 10 المفروض كل ده يبقى 180. انا عايز بقى احسب الاكس اللي تخلي الكلام ده فعلا 180. هو طالب الاكس مش الانجل كلها. تمام؟ طيب هنسيب ال 2x الماينس 10 هنحل ايكويشن بقى زي الالجبرا. الماينس 10 هيروح الناحيه الثانيه بلس 10، ف 180 بلس 10 هتبقى 190. طب عشان اجيب الاكس الواحده دي 2x، يبقى الاكس الواحده هتبقى 190 ديفايدد 2 فهتطلع 95. عايز تتاكد هتطلع عند الستريت انجل فوق 2x minus 10 هتشيل الاكس وتحط 95، وطبعا 2x معناها 2 multiply x، يبقى 2 multiply 95 minus 10. كل ده لو حسبته فعلا هيطلع 180 degrees. طيب question 2. انا شايف ان اللي فوق دي هي الريفلكس انجل بتاعه ال 150. المفروض ان الانجل بلس الريفلكس بتاعتها بيطلع 360. يعني لو انا قلت 2x minus 10 بلس ال 150 المفروض كل ده على بعضه يطلع كام؟ 360. طب نكمل ازاي؟ هنجمع اللي شبه بعض، سيب ال 2x. بعد كده الارقام بقى، ده مش 10، ده اسمه نيجاتيف 10. نيجاتيف 10 بلس 150 هتطلع بوزيتيف 140. الكلام ده كله ايكوال 360. بعد كده هنودي ال 140 الناحيه الثانيه هي بوزيتيف، هتروح الناحيه الثانيه ايه؟ بالماينس. يبقى 2x equal 360 minus 140 هتبقى 220. وعشان برضو اجيب الاكس الواحده هعمل 220 divided 2. انت عارف ان 2x معناها 2 times x، يبقى الاكس الواحده 220 divided 2 هتبقى 110. دلوقتي بقى relation between angles. عندي أول relation between two angles اسمهم adjacent angles. إمتى two angles يتسموا adjacent؟ أولا لازم يكون عندهم same vertex، تمام كده؟ وبعد كده حاجة اسمها common side، يعني عندهم side مشترك، يبقى عندهم نفس الفيرتكس وعندهم side common. جميل كده؟ والouter sides هيبقوا in two different directions of the common side. طبعا حضرتك لسه مش فاهم حاجة. ليه؟ هنيجي نرسم الأول. بص يا باشا، دي كده أنجل عادية جدا، تمام كده، اسمها BAC أو CAB. جبنا أنجل تانية، تمام كده، وقربناها منها قوي لدرجة إن بقى عندهم common side، سايد المشترك اللي هو في النص ده اللي هو اسمه AC. تمام؟ لو سمينا هنا دي دلوقتي يبقى انا كده معايا كام انجل جنب بعض؟ اتنين، اللي هم انجل BAC الاولانيه، والتانيه اللي احنا لزقناها فيها اسمها CAD او DAC. مالهم بقى؟ دول يتسموا adjacent angles، يعني جيران، يعني جنب بعض. تمام كده؟ ليه بقى؟ ليه؟ اولا عندهم common vertex اللي هي ال A، وعندهم common side اللي هو السايد الاحمر ده اللي هو AC. تمام كده؟ وبعد كده الاوتر سايدز اللي هم مين بقى؟ الاوتر سايدز الاثنين التانيين بقى اللي هم اللي بالاسود AB و AD، واحد تحت الكومن سايد وواحد فوق الكومن سايد. هو ده معنى ان هم in two different sides of the common side، يعني واحد تحتيه وواحد فوقيه. تمام كده؟ فمثلا لو الانجل الاولى 40 degree والانجل الثانيه 65 degree، لو طلبت منك ميجر انجل BAD، امشي على الرسمه كده. BAD معناها الانجل الكبيره كلها اللي هي الاثنين مع بعض، يعني 40 بلس 65 تطلع 105 degrees.
المنظر اللي قدامك دول، هل التو انجلز الصغيرين دول اقدر اقول عليهم adjacent angles، يعني دول جرام فعلا؟ طيب الانجل الاولى اللي تحت اسمها اكس واي زد، طب اللي فوق اسمها زد واي ال، هل دول اقدر اسميهم adjacent angles؟ اه طبعا. طب ليه؟ اولا عندهم common vertex اسمها y، وعندهم common side في النص اللي هو الاحمر اللي هو واي زد. طب والتو سايدز الباقيين، واحد تحت الواي زد وواحد فوق الواي زد، يبقى ده الشرط الاخير، ان الاوتر سايدز او السايدين اللي بره يعني يبقى واحد منهم تحت الكومن سايد وواحد فوق الكومن سايد، يبقى دول فعلا اقدر اسميهم adjacent angles. طب دول بقى انجل اكس واي زد، تمام كده، والتانية اللي فوق شوية دي اسمها ايه؟ زد ان ال، هل دول adjacent angles؟ طبعا لا. ليه بقى؟ عشان ما عندهمش نفس الفيرتكس، واحدة الفيرتكس بتاعتها y والتانية الفيرتكس بتاعتها n، يبقى انت كده اخليت باول شرط في ال adjacent angles، يبقى دول طبعا non adjacent angles. قبل ما نكمل في الموضوع يا شباب، عايزك تبص كويس على الشكل اللي قدامك ده وتقول لي انت شايف كام انجل. هديك لحظة تعد كده وبعدين هقول لك انا. ها عديت؟ انا عن نفسي شايف 6 انجلز. 6 انجلز. انا عارف ان انت واحد قال لي 3 بس يا مستر. طب تعال نشوف، تعال نعد مع بعض. اول انجل بالنسبة لي اللي هي الانجل A B C، اللي هي الكورنر ده، دي اول واحدة، تمام كده. في واحد تاني بيقول لي انا شايف واحدة تانية اللي هي سي بي دي، يبقى الكورنر ده ادي another angle. واحد قال لي التالتة بقى يا مستر اللي هي ايه؟ دي بي اي، اللي هي الانجل التالتة اللي هي الكورنر الاخضر ده، تمام كده. انا موافق طبعا ان دول 3 انجلز، بس انا شايف انجلز تانية. تعالى بس اقول لك، لو الاولى مثلا 30 ديجري والتانية 50 ديجري والتالتة 65 ديجري، يبقى انا كده هجيب كل واحدة لوحدها. اول واحدة A B C اللي هي الصغيرة اللي تحت دي ب 30، وفي واحدة تاني اللي هي سي بي دي دي ب 50، وفي واحدة تالتة اللي هي الدي بي اي دي ب 65. طب فين يا مستر التلاتة التانيين؟ انت قلت لي انت شايف 6. بص يا باشا، امشي على الليترز اللي انا كاتبها دي، A B D A B D، يبقى كل الانجل دي، ايوه دي انجل كبيرة شوية واخدة الاتنين الصغيرين اللي هم اللي تحت مع بعض، ودي الميجر بتاعها يبقى كام بقى؟ 30 بلس 50 يعني equal 80 degrees، تمام. طب واحد يقول لي طب ما انا شايف واحده كمان اللي هي سي بي اي، امشي على الريز، سي بي اي يبقى كل دي، ودي هتبقى 50 بلس 65 يعني 115 degrees. واحد تاني قال لي خلاص انا فهمت كده، يبقى الانجل السادسه والاخيره اللي هي اي بي اي، اللي هي كل الديستنس دي اي بي اي، ودي بتبقى الصم بتاع الثلاثه مع بعض، فتطلع معانا 145 degrees. عايزك بقى تركز معايا دلوقتي كويس جدا. لو انا عندي انجل زي دي وكمان انجل تانية، وجيت قربتهم من بعض وبقى عندهم common side و common vertex، يبقى اقدر اسميهم طبعا adjacent angles. بس عندهم ميزة زيادة. ايه هي الميزة الزيادة بقى؟ ايوه ان هما الاتنين مع بعض شبه الرايت انجل، يعني هما الاتنين كده هيبقى الصم بتاعهم 90. يعني فور اكزامبل، لو اللي تحت دي 30 degree، يبقى اللي فوق هتبقى 60 degree، اللي هي 90 minus 30، تمام كده. يبقى في ميزة حلوة قوي ان لو الادجيسنت سايدز، سوري الادجيسنت انجلز عملوا رايت انجل هنسميهم اسم دلوقتي، تمام كده. تعالوا نشوف اكزامبل تاني. لو انجل زي كده جت انجل تانية لزقت فيها بالمنظر ده، برضو بقى adjacent angles طبعا، وعندهم common vertex و common side، برضو هنا شكلهم عامل زي الرايت الانجل، تمام كده. فلو دي 70 هتبقى اللي فوق 90 minus 70 فهتبقى 20. قال لك لو تو انجلز بقى اللي هما الادجيسنت دول، لو الصم بتاعهم 90 بالظبط بيسموهم اسم كده، قال لك هنسميهم complementary angles. يبقى ايه هما الكومبلمنتري انجلز؟ كومبلمنتري انجلز هما تو انجلز مش انجل واحده، هما تو انجلز بس لازم يكون الصم بتاعهم equal 90 degree. خلي بالك الكومبلمنتري انجلز
مش انجل واحده، هما اتنين. two complementary angles ايه هما two angles الصم بتاعهم 90. وفي احتمالات كتير، واحد يقول لي زي مين يا مستر؟ زي الاتنين اللي قدامك دول 30 و 60، دول two complementary angles. ليه؟ عشان الصم بتاعهم 90. برضو 70 و 20 دول two complementary angles. ليه؟ عشان الصم برضو بتاعهم 90. وممكن بقى 40 و 50، ممكن بقى 75 و 15، ممكن 45 و 45 وهكذا. تمام كده؟ طيب بص على الجملة اللي تحت دي. If two adjacent angles are complementary، قال لي لما يبقوا adjacent complementary يبقى الاوتر سايدز مالهم. ركز كده على الاوتر سايدز، ده اسمه اوتر سايد وده اسمه اوتر سايد، صح كده؟ شكلهم عامل ايه؟ شكلهم عامل رايت انجل. بس لما اتكلم على تو لاينز عاملين رايت انجل او تو ريز يعني بنقول عليهم ايه بقى؟ ايوه ده اوتر سايد برضو، ده اوتر سايد. لو عاملين رايت انجل يبقى الاوتر سايدز ار perpendicular. perpendicular lines معناها ان هما ما بينهم 90 degree. تمام، تعالى ناخد example بقى. The angle of measure 40 complements an angle of measure كام؟ هو عارف ان الكومبلمنتري بيبقوا 2، اداك واحده 40. يا ترى الكومبلمنتري بتاعتها هتبقى كام؟ ايوه عشان تجيب الكومبلمنتري بتعمل 90 ماينس الرقم اللي هو قايل لك عليه. يبقى عشان اجيب الكومبلمنتري بتاعت ال 40 هنعمل 90 ماينس 40 هتبقى 50. طب عايز الكومبلمنتري بتاعت ال 65 هتبقى 90 ماينس 65 تطلع 25. طب لو عايز الكومبلمنتري بتاعت ال 90 اصلا تبقى 90 ماينس 90 تبقى 0 ديجري، ما هو لازم يبقوا اتنين، فلو واحده 90 بالظبط يبقى اكيد التانيه 0. طب بص يا باشا، تعالى الاكزامبل التاني. ال 65 دي التايب بتاعها ايه؟ التايب يعني نوعها، نوع الانجل دي ايه؟ طالما اقل من 90 تبقى اكيد. طب طلعت الكومبلمنت بتاعتها ايه؟ 25، طب ما دي برضو اقل من ال 90 تبقى اكيد. ونفس الاكزامبل اللي فوقيه ال 40 اكيوت والكومبلمنت بتاعتها 50 يعني اكيوت برضو. يعني افهم من كده ممكن يجي لي سؤال يقول لي the acute angle complements، تقول لي acute angle برضو، يبقى الاكيوت بتكومبلمنت acute. اما الاكزامبل الاخير ال 90 دي رايت انجل، الكومبلمنتري بتاعتها ايه؟ طلعت زيرو انجل. يبقى لو جه قال لك الرايت انجل كومبلمنت ايه تقول له زيرو انجل، والعكس لو زيرو انجل كومبلمنت ايه تقول له رايت. عايزك تركز برضو كويس في الريليشن دي كمان. ادي انجل وجبنا انجل تانية لزقناها فيها، بس المرة دي يا مستر ما عملوش رايت انجل، دول عملوا ستريت انجل. يبقى الصم بتاعهم المفروض يبقى 180 ديجري. يعني مثلا لو دي 30 يبقى التانية اللي هي الاوبتيوس الكبيرة دي 180 ماينس 30 فتبقى 150 ديجري. اكزامبل كمان، لو عندي انجل لزقت في انجل وعملوا ستريت لاين يبقى كده الصم بتاعهم 180. لو دي 70 يبقى التانية 110 عشان يبقى البلس بتاعهم 180. طب هنسميهم ايه؟ انت قلت لي لو لزقوا في بعض وعملوا رايت انجل يبقى اسمهم كومبلمنتري. طب لو لزقوا في بعض وعملوا ستريت انجل هنسميهم ايه؟ قال لك هنسميهم supplementary angles. يبقى السبلمنتري برضو هم اتنين بس الصم بتاعهم كام؟ 180. يبقى الكومبلمنتري الصم بتاعهم 90، اما السبلمنتري الصم بتاعهم 180. بص برضو على الجملة اللي جاية دي. If the two adjacent angles are supplementary، ويعني ايه supplementary؟ يعني الصم بتاعهم 180. طب يبقى الاوتر سايدز ده اوتر سايد وده اوتر سايد، ده اوتر سايد وده اوتر سايد. هناك كانوا perpendicular عشان عاملين رايت انجل، انما هنا هم عاملين straight angle. نقول عليهم ايه؟ نقول عليهم on one straight line. on one straight line. تعال نشوف example بقى. angle of measure 40 supplements angle of measure كام؟ خلي بالك لما يطلب السبلمنت يبقى حضرتك بتعمل 180 ماينس، انما الكومبلمنت بتبقى 90 ماينس. السبلمنتري تبقى 180 ماينس 40 فتطلع 140. طب لو عايز السبلمنتري بتاعت ال 90 يبقى 180 ماينس 90 تبقى 90. لو عايز السبلمنتري بتاعت ال 180 هتبقى 180 ماينس 180 فتبقى 0. تمام؟ تعالى اول اكزامبل. الاكيوت السبلمنت بتاعتها طلعت ايه؟ ايوه 140 دي اكبر من 90 فتبقى اوبتيوس. يبقى الاكيوت بتسبلمنت اوبتيوس، والعكس الاوبتيوس بتسبلمنت اكيوت.
انما خلي بالك في الكومبلمنتري كانوا الاثنين اكيوت اكيوت اكيوت. تمام. طب لو رايت بتكومبلمنت هناك زيرو، انما هنا بتسبلمنت رايت برضو، يبقى الرايت بتسبلمنت رايت. اخر واحده لو عندي ستريت انجل بتسبلمنت ايه؟ طبعا بتسبلمنت زيرو انجل. تعالى بقى دلوقتي شويه اسئله حلوه على الجزء اللي فات ده اللي هو الكومبلمنتري والسبلمنتري والتايبس اوف انجلز وكل حاجه. اول سؤال: the angle whose measure is 75 degrees complement angle of measure كام؟ هنا بيقول لك complement، وطبعا الكومبلمنت يبقى الصم بتاعهم 90، يبقى عشان تجيب التانية يبقى 90 minus 75 فتطلع 15 degrees. Number 2: the angle whose measure 45 supplements an angle of measure كام؟ قلنا السبلمنت بيبقى الصم بتاعهم 180، يبقى حضرتك هتعمل 180 minus ال 45 تطلع 135 degrees. السؤال الثالث بيقول لك if measure angle B is 100 degrees، عايز المرة دي الريفلكس انجل. ايوه، الانجل بلس الريفلكس بتاعتها بيعملوا 360، يبقى عشان تجيب الريفلكس بتاع ال 100 هتعمل 360 minus 100 فتطلع 260 degrees. نمبر 4 بيقول if angle A complements angle B، بس اداك معلومة تانية، ركز بقى في المعلومة اللي مكتوبة دي. بيقول لك measure angle A equal double measure angle B. لما اكتب measure A equal to measure B معناها ان هي twice بتاعتها او الدبل او ضعفها، يعني قدها مرتين. طب اعمل ايه او اتصرف ازاي في السؤال اللي زي ده عشان اجيب الاي بكام او البي بكام؟ قال لك بص يا باشا، هما التو انجلز اسمهم ايه؟ A و B. حضرتك هتعمل ريشيو ما بينهم A to B to sum، A to B to sum. هو هنا بيقول لك measure A equal double ال B، يعني مين كده الكبيرة؟ ال A قد ال B مرتين، يبقى ال A هي الكبيرة وال B هي الصغيرة. طب هي ضعفها، يعني لو ال B 1 تبقى ال A 2، يبقى الريشيو ما بينهم كده 2 to 1، يبقى الصم بتاع الريشيو 3. طب هو هنا بقى قال لك دول ايه؟ دول complementary angles، يبقى المفروض ان الصم بتاعهم يبقى 90، يبقى تيجي تحت ال 3 وتكتب ايه؟ 90. وبعد كده بقى question mark عند ال A و question mark عند ال B، وتشوف هو طالب مين فيهم. هو طالب ال A، طبعا عندي كولوم كامل بتاع الصم. هو طالب مني measure angle A، يبقى انا هجيب ال question mark بتاعت ال A، مش لازم اجيب ال B، خلاص هو طالب ال A بس. يبقى اللي قدامها في الكولوم الكامل ده هي 3، يبقى هنعمل 2 times 90 over 3. مالكش دعوه بقى بال1 بتاع البي خالص، لان هو مش طالب البي اصلا، هو طالب الاي بس، فهتطلع 60 degrees. السؤال اللي بعده شبهه بالظبط، اهو قايل لك بس المره دي سبلمنت، ماشي. بيقول لك هنا المعلومه الجميله measure angle A equal triple measure angle B، يعني قدها 3 مرات، يعني نكتب ريشيو A to B to sum. ال A قد ال B 3 مرات، يعني ال A هي الكبيره، يعني ال B تاخد 1 وال A تاخد 3، قدها 3 مرات المره دي. تمام كده؟ يبقى الصم كام؟ الصم 4. والمره دي قال سبلمنت، يبقى تحت الصم هتكتب كام؟ ايوه، هكتب 180. كده عندي ريشيو كامله. يطلب بقى الايه، يطلب البي، هو حر. تمام كده؟ هو هنا طالب ميجر انجل بي، يبقى نجيب الكويستشن مارك بتاعه البي، مالكش دعوه بالايه خالص بقى. يبقى عشان نجيب البي هتبقى 1 times 180 over 4 تطلع 45 degrees. ممكن يجيب السؤال بشكل تاني، measure angle A supplement B برضو، بس المرة دي بيقول لك measure angle A half measure angle B، يعني المرة دي ال A هي الصغيرة. تمام، مفيش مشكلة، يبقى ال A هي اللي هتاخد ال 1 وال B هي اللي هتاخد ال 2، عشان ال A half ال B، والsum برضو 3. وبما انه قايل supplement يبقى نكتب 180، ونشوف بقى هو طالب مننا اني انجل في الاتنين. هو هنا برضو طالب ال B، يبقى نجيب question mark بتاعت ال B، يبقى 2 times 180 over 3 تطلع 120 degrees. سؤال تاني بيقول if the ratio between two complementary angles is 2 to 7. المرة دي مديني الريشيو صريحة، ماشي. يبقى نكتب A to B to sum، نسميهم مثلا A و B وsum، يبقى الريشيو 2 to 7 والsum 9. طب هكتب تحت ال 9 كام؟ الراجل ده قال complementary، يبقى نكتب 90. طب هو طالب اني واحدة؟ انا عندي ريشيو كامله خلاص، طالب الميجر اوف ذا سمولر انجل. طب مين الصغيره تفتكر، بتاعه ال2 ولا بتاعه ال7؟ طبعا بتاعه ال2، يبقى نجيب الميجر بتاع انجل ايه.
يبقى 2 times 90 over 9 تطلع 20 degrees. سؤال كمان بيقول the acute angle supplement نقط angle. هو هنا عايز التايب. الاكيوت بتسبلمنت ايه؟ يا عم لو انت مش حافظ خالص، ممكن تحط رقم اكيوت، اي رقم اكيوت، وطبعا رقم اكيوت يعني ايه؟ اقل من 90. فنحط مثلا فور اكزامبل 30. طب عشان اجيب السبلمنتري بعمل ايه؟ ايوه السبلمنتري بيبقى الصم 180، يبقى هعمل 180 ماينس ال 30 ونشوف اللي هيطلع. اللي طلع هنا 150. دي نوعها ايه؟ ايوه obtuse. سؤال كمان the right angle supplements نقط angle. الرايت بكام؟ الرايت معروفه ب 90، وعشان اجيب السبلمنت بعمل 180 ماينس ال 90 فهتطلع برضو 90، يبقى كده هي برضو رايت. the right angle برضو اللي هي 90، بس المره دي طالب الكومبلمنت. الكومبلمنت بنعمل 90 ماينس اللي هو مديها لي، يعني 90 ماينس 90 فهتطلع 0، يبقى نكتب ايه؟ 0 angle. السؤال اللي بعد كده بيقول the outer sides of two supplementary angles are. لو انت رسمت الشكل بتاع السبلمنتري هو ايه؟ بيبقى straight line كده وخارج منه ري. هم دول كده two supplementary angles. هو بيكلمك عن الاوتر سايدز اللي هم الاثنين الازرق دول، مالهم يا سيدي؟ انا شايفهم عاملين شكل ايه؟ عاملين شكل straight line، يبقى تقول له on one straight line. بالظبط كده. اللي بعده the outer sides of two complementary angles. طب التو complementary angles شكلهم عامل ازاي؟ بيبقوا عاملين زي الرايت انجل كده وخارج منهم ري برضو. تمام؟ يبقى الاوتر سايدز المره دي شكلهم عامل ايه؟ طالما عامل رايت انجل يبقى نقول عليهم الاوتر سايدز مالهم perpendicular. تمام. بص السؤال ده the two adjacent angles formed by a straight line and a ray. طب ما نرسم الشكل ده. ادي straight line وري بقى منين؟ قال لك with a starting point on this straight line. يعني ناخد اي نقطة على الستريت لاين ونرسم منها ري. قال لك مالهم بقى التو انجلز دول؟ مالهم؟ هو بيتكلم عن التو انجلز نفسهم. the two adjacent angles formed by straight line and a ray with a starting point on this straight line are ايه؟ بنسميهم ايه بقى التو انجلز دول؟ ايوه برافو عليك، supplementary. طب لو كتب نفس الكلام if the outer sides of two adjacent angles are perpendicular، تفتكر هو بيوصف انهي واحده؟ ايوه زي اكزامبل 12 بالظبط، نفس الرسمه بتاع 12، بس هو الراجل قال لك perpendicular. امال عايزنا نكتب ايه؟ هو عايز يكتب التو انجلز بقى بيسموهم ايه؟ if the outer sides are perpendicular then the two angles are ايوه complementary. بالظبط كده. الاكزامبل اللي بعد كده بيقول find the value of x in each of the following. الرسمه اللي قدامك في رقم واحد ده منظر ايه؟ ايوه منظر السبلمنتري انجلز. هو عشان ياكد عليك الكلام ده، عشان يوضح لك ان ده فعلا ستريت لاين، كاتب الجمله اللي تحت دي اللي هي A belongs to the straight line BC. يعني هو بيوضح لك ان ده BC ستريت لاين وفي نقطه اسمها A خارج منها الري، يبقى دول فعلا نسميهم سبلمنتري انجلز. طب ايه الميزه بتاعت السبلمنتري انجلز؟ ان الاثنين بلس بعض equal 180. طب هو مديني واحده بس 35 وعايز الثانيه. ايوه يا اما تعمل 180 ماينس على طول، يا اما تكتب الايكويشن بقى تقول لي يعني x بلس 35 ايكوال 180، وبعد كده عشان اجيب الاكس هنودي ال 35 هناك بالماينس، يبقى 180 ماينس 35 تطلع 145 ديجريز. اللي جنبها نفس الكلام بس بيربنديكولر. انا عرفت منين ان هما بيربنديكولر؟ علامه السكوير هو حاططها عند الاي تحت اهو، يبقى دول كده بيربنديكولر. يبقى المفروض ان الصم بتاع التو انجلز دول equal 90، يعني x plus 25 equal 90، وعشان اجيب الاكس يبقى 90 minus 25 تطلع 65 degrees. example تاني we will find the value of x برضو in each of the following. if AB perpendicular to AC تقول لي يعني الصم 90. تمام، يبقى نكتب الكلام اللي مكتوب، هما اتنين انجل صح كده؟ يبقى نكتب 4x plus 7 دي اول واحده بلس ال 55، الكلام ده كله ايكوال 90. وخلي بالك انا بفضل الطريقه دي، ما تعملش 90 ماينس 55 على طول، عشان مش دايما ببقى طالب الانجل نفسها، انا ببقى طالب الاكس. فاكتب الكلام اللي مكتوب، اكتب دي بلس دي ايكوال 90 وبعد كده نشوف. 4x هنسيبها زي ما هي وبعد كده نجمع الارقام. 7 بوزيتيف 7 بلس 55 الكلام ده يطلع 62 كله ايكوال 90. بعد كده هاخد البلس
62 الناحية التانية بالماينس، فهتطلع 28. وبعد كده عشان اجيب الاكس الواحدة يبقى هعمل divided 4، لان 4x معناها 4 multiply x، يبقى تروح الناحية التانية بالديفايد، فيبقى 28 divided 4، الكلام ده يطلع 7. example 2 بيقول A و B و C are on one straight line، فعلا يبقى الصم بتاعهم 90، يبقى الانجل اللي فوق اللي هي 4x plus 8 بلس الانجل اللي تحت اللي هي x plus 2، كل ده equal 180 degree. هنجمع اللايك تيرمز زي الالجبرا بالظبط. انا شايف عندي 4x وفي كمان بلس x كمان شويه، يبقى دول هيبقوا 5x، وشايف بوزيتيف 8 بلس 2 اللي هي الارقام الفري اللي هي من غير x اللي احنا كنا بنسميهم absolute terms، 8 بلس 2 هتبقى بوزيتيف 10، الكلام ده كله equal 180. بعد كده هنسيب ال 5x ونودي البلس 10 الناحيه التانيه بالماينس، فهتطلع 170. وعشان اجيب الاكس هعمل 170 divided 5 تطلع 34. evaluation. حضرتك امسك ورقة وقلم كده ووقف الفيديو وحاول تحل السؤال ده لوحدك، تمام؟ وبعد ما تحل شغل الفيديو مرة تانية عشان تشوف او تتابع معايا الحل. هنا بيقول if the points A و B و C are on one straight line، حلو، يبقى كده التو angles اللي قدامي دول supplementary، تمام. هو كاتبهم كلهم بالاكس، هتعمل بقى 180 minus ايه، عشان كده بقول لك انا بحب طريقه ان انا اجمع اقول الصم بتاعهم equal 180 وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. يعني هنكتب الانجل الاولى اللي هي 5x plus 2 بلس اللي جنبها اللي هي 4x minus 2، الكلام ده كله equal 180 عشان straight line. نجمع الاكس مع بعض، 5x بلس 4x الكلام ده هيبقى 9x. طب بوزيتيف 2 ماينس ال 2 اللي في الاخر دول هيتشالوا مع بعض خلاص بقى، لان دول additive inverse to each other، يعني الكلام ده كله equal 180 على طول. وعشان اجيب الاكس يبقى 180 divided 9 تطلع 20. طب لو طلب مني الميجر، هو انا كده خلصت، المفروض خلصت لانه هنا طالب الفاليو اوف اكس بس. طب لو طالب مني الميجر بتاع اي واحده من الاثنين، يعني طالب ميجر انجل دي بي سي اللي هي المفروض مكتوب عليها 4x minus 2، هل الميجر بتاعها 20؟ لا طبعا، الاكس هي اللي 20. عشان تجيب الميجر لازم تحط الاكس ب 20، هتبقى 4 multiply 20 minus 2، فهيطلع الكلام ده كله 78 degree. ولو عايز الميجر الثانيه اللي هي الدي بي اي اللي هي 5x بلس 2، برضه هنحط الاكس ب 20 اللي انا طلعتها فوق، هيطلع معانا الكلام ده equal 102 degrees. وفعلا لو عملت بلس لل 78 وال 102 هتلاقيها فعلا 180 degrees. example كمان برضو ممكن توقف الفيديو وتحله واجيب لك رسمه كده. يعني انا شايف ان التو سايدز اللي مرسومين دول عاملين رايت انجل، يعني المفروض ان الصم بتاع الانجل اللي تحت اللي هي 3x بلس 3 بلس ال 42، المفروض الكلام ده يطلع كام؟ ايوه عشان دول perpendicular يبقى المفروض الكلام ده يطلع 90 degree. وبعد كده هنجمع اللي شبه بعض، انا مش شايف غير اكس واحده، سيبها. نجمع بقى 3 بلس 42 هيطلع 45، نوديها الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 90 ماينس 45 تطلع 45. وبعد كده عشان اجيب الاكس يبقى 45 divided 3 تطلع 15. برضو ده سؤال شكله حلو. انا شايف ان الحيطه اللي الراجل ده بيضرب بيها الكوره على شكل ستريت لاين، بس لو خدت بالك المره دي متقسمه 3 انجل، برضو الصم بتاعهم 180، يعني الانجل الاولى بلس الثانيه بلس الثالثه ايكوال 180. الانجل الاولى اللي هي 4x بلس 21 بلس الثانيه 6x ماينس 1 بلس الثالثه اللي هي في النص دي 50 ديجري، هو اللي كاتب كده، كل دول مع بعض ايكوال 180. نجمع بقى الاكس مع بعض، 4x بلس 6x هيطلع 10x، وبعد كده 21 minus 1 يبقى 20 بلس 50 يبقى كل ده بلس 70، الكلام ده هيروح الناحية التانية بالماينس فتطلع 110. وبعد كده عشان اجيب الاكس يبقى 110 divided 10 تطلع 11. example 4. هنا بقى بيسأل سؤال بشكل مختلف، بيقول لك بيسأل بقى is AB perpendicular to AC؟ طب أنا هعرفها ازاي يعني؟ طب ما انا مديك التو انجلز يا حبيبي،
لو عملت لهم بلس وطلعت 90 بالظبط يبقى هم كده بيربنديكولار، وهنا فعلا طلعوا 90، يبقى فعلا الاي بي راي والاي سي راي مالهم perpendicular to each other. طب لو طلعت حاجه غير 90 بقى، طلعت 89 91، يبقى كده not perpendicular، لان perpendicular يعني 90 sharp. تمام كده. اللي جنبها بيقول لك يا ترى AB and AC form a straight line. برضه هعمل نفس الحركه اللي عملتها في الرايت، هعمل بلس للتو انجلز. لو طلعوا 180 بالظبط، وده هنا فعلا كده، يبقى هم كده on one straight line. طب لو ما طلعوش 180 يبقى not on the same straight line، او ما بيكونوش يعني straight line. تعالى بقى دلوقتي ندخل على حاجه جديده. لو انا عندي انجل زي ABC والميجر بتاعها 60 degree، وجيت حضرتك رسمت راي في النص بالظبط، في النص بالظبط، ال 60 دي هتتقسم كام وكام؟ ايوه هتتقسم 30 و30، بس بشرط يكون قايل لك ان الري اللي في النص ده بايسكت ذا انجل. يعني ايه بايسكت؟ بايسكت يعني بيقسمها نصين قد بعض بالظبط. يبقى ايه هو الديفينيشن بتاع الانجل بايسكتور؟ انجل بايسكتور is the ray which divides the angle into two equal halves، يعني الاتنين قد بعض بالظبط. For example، لو انا عندي انجل اي بي سي اهي، وجي قال لك ايه؟ BD is a ray bisect angle ABC. هيترسم ازاي؟ طالما بيبايسكت الانجل يبقى يترسم في النص بالظبط. يقسمها كام وكام معرفش بقى، على حسب الميجر. لو هي 60 زي الاكزامبل اللي فوق يبقى 30 و30، والله لو 80 يبقى 40 و40. طب لو انا مش عارف، بحط مثلا دوت ودوت او ستار وستار، ده معناه ان الاتنين دول قد بعض. يبقى لما احط لك ستار وستار او دوت ودوت، ده معناه ان الاتنين دول قد بعض بالظبط. فلو سمينا الري ده بي دي زي ما هو كاتب كده، يبقى دلوقتي ميجر انجل اي بي دي اللي هي اللي تحت ايكوال مين؟ ايكوال الميجر اللي فوق اللي هي دي بي سي او سي بي دي. تمام. طب وكل واحده من الاتنين دول ايه علاقتها بالانجل الكبيره خالص اللي هي الاي بي سي؟ ايوه نصها بالظبط. يبقى سواء اللي تحت او اللي فوق تعتبر هاف انجل اي بي سي، والعكس. طب انجل اي بي سي كلها على بعض ايه علاقتها بالصغيره؟ اي واحده من الصغيرين ايوه بتبقى دبل قدها مرتين، يعني الكبيره تبقى دبل الاي بي دي او دبل الدي بي سي. Example 5. In the opposite figure O belongs to X in straight line. يعني بيعرفك ان المنظر اللي قدامك ده straight line، عشان حضرتك اكيد هتستخدم ال 180 دلوقتي. بيقول لك OM bisect angle NOZ. انا شايف على الرسمه في ستار وستار. طب لو الستار والستار لو اديتك واحده منهم يبقى انت عرفت التانية على طول. يعني لو قلت لك الستار الواحده 20 يبقى التانية برضو 20، بس هنا ما قالش. يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اسمي الستار الاولى اكس، يبقى التانية برضو اكس. وتعالى نجمع كل حاجه انت شايفها اللي هي اكس بلس اكس. ايوه، والانجل اللي في النص اللي معمول عليها سكوير دي تبقى كام؟ طبعا تبقى 90. يبقى الانجل اللي عليها سكوير في النص دي اللي هي زد او واي، هو حاطط السكوير، يبقى زد او واي ب 90. يبقى الاكس بلس الاكس بلس ال 90 بلس ال 50 كل دول على ستريت لاين واحد يبقوا ايكوال كام؟ 180. جمع برضو الاكس بلس الاكس هتبقى 2x. تمام. وال 90 بلس ال 50 هتبقى 140 ايكوال 180. نسيب ال 2x ونودي ال 140 بالماينس هتبقى 40، وبعد كده ديفايد 2 يبقى الاكس الواحده ب 20. اوعى تمشي لانه هنا مش طالب الاكس، هو طالب ايه في اخر سطر اهو؟ calculate measure angle MOX. امشي عليها كده في الرسمه، بص على الرسمه كويس. ام اهي MOX، يبقى هو عايز مين كده؟ هو عايز كل اللي بتوين الاتنين دول اللي هما الخطين اللي انا عملتهم بالاورنج دول. يبقى عايز مين بقى؟ عايز الاكس واحده، يعني هنسيب اكس من اللي تحت خالص. يبقى اكس بلس 90 بلس 50، واحنا طلعنا الاكس بكام؟ ب 20. يبقى هو عايز كل دي اللي هي من الخط الاورنج ده للخط الاورنج التاني اللي هما ثلاثه بس. يعني اكس اللي احنا طلعناها ب 20 بلس ال 90 بلس ال 50 يطلع الكلام ده كله 160 degree. ركز كويس في المطلوب.
لو طلب الاكس يبقى انت خلصت عند 20 خلاص، انما لو طلب ميجر لازم تشوف هو عايز مين بالظبط عشان تجيبه. برضو وقف الفيديو وفكر في السؤال ده شوية وانا هحله لك دلوقتي. السؤال ده بيقول if B belongs to AD straight line، يعني بيعرفك كده ان احنا عندنا straight line، يعني المفروض كل اللي فوق اللاين ده equal 180. بيقول دلوقتي BC bisect angle ABE. ABE مقسومة نصين، وحتى هو كاتب عليها ستار وستار اهو. بس ركز، بيقول لك measure angle EBA اللي هي الكبيرة دي كلها اللي هي الاتنين ستار مع بعض equal 150. يبقى الستار الواحدة بكام؟ اللي هي الانجل الكبيره دي كلها قال لك عليها 150. يبقى لو عايز اجيب النص الواحد اللي هو اسمه ABC او CBE، اي نص من الاثنين دول هيبقى ايكوال كام؟ 150 divided 2 تطلع 75 degree. يبقى دي دلوقتي ب 75 ودي كمان ب 75. اوعى تختار 75 من الاختيارات على طول قبل ما تقرا هو عايز ايه. هو بيقول لك ايه بقى يا باشا؟ What is the measure of angle DBC؟ خلي بالك DBC. ايوه. طب انا اجيب الاول الحته اللي تحت اللي فاضله دي ازاي؟ الدي بي سي اللي هي 75 بلس اللي تحتها على الشمال. طب الدي بي اي بقى او الاي بي دي اجيبها ازاي؟ انا عارف ان الستريت لاين كله 180. طيب انا عارف منه حتتين عاملين 150، يبقى الحته الثالثه 180 ماينس ال 150 هتطلع 30 ديجري، يبقى دي بالنسبه لي 30 ديجري. هو عايز دلوقتي مين بقى؟ الدي بي سي اللي هي كل دي كده تبقى 30 بلس 75 هتطلع 105 ديجريز اللي هي بي. نيجي بعد كده يا باشا لحاجه اسمها vertically opposite angles اللي هي VOA، اختصار vertically opposite angles. يعني ايه الكلام ده؟ if two straight lines intersect then each two vertically opposite angles are equal in measure. يعني ايه الكلام ده؟ انا يا باشا عندي straight line كده وستريت لاين تاني ماشي كده، اتقابلوا في بوينت. قال لك دي كده common vertex لكام انجل انت شايفهم؟ انا شايف 4 انجلز صغيرين. قال لك الانجل اللي هي بتبقى على اليمين ايكوال الانجل اللي قصادها في الفيرتكس على الشمال، يعني الاتنين دول قد بعض، والاتنين برضو اللي تحت وفوق اللي هي دي ودي بيبقوا قد بعض. يبقى لو حصل ان two straight lines عملوا intersection، وده هو اللي هيقوله عشان تفهم ان في vertically opposite angles، يبقى two straight lines عملوا intersect يعني عملوا زي حرف الاكس كده، يبقى كل اتنين قدام بعض قد بعض. تمام كده؟ انما لو جينا رسمنا لاين كده وجي اللاين التاني بص لقيته عامل ازاي؟ لا ده مكسور. ما تجيش بقى تقول لي دي قد دي، لان دول مش تو ستريت لاينز، يبقى دول طبعا مش ايكوال. يبقى لازم في الاساس يبقى تو ستريت لاينز انترسكت عاملين حرف الاكس كده، يبقى كل اتنين vertically opposite angles are equal in measure. Example: calculate the value of x in each of the following. بص يا باشا الرسمه اللي على الشمال هو كاتب لك تحتها ايه؟ AB straight line intersect CD straight line equal M. يعني الراجل بيوضح الكلام اللي انا لسه قايله من شويه. عندك two straight lines intersect at M، يبقى الفيرتكس اللي هم اشتركوا فيها الام، يبقى each two vertically opposite angles are equal in measure. يعني الانجل اللي بتبص فوق equal الانجل اللي بتبص تحت، واللي على اليمين equal اللي على الشمال. انا يهمني دلوقتي اللي فوق واللي تحت، يبقى measure angle اهو سنس دي بقى اللي هي الثلاث نقط دول معناهم ايه يا شباب؟ لما الثلاث نقط دول لما تبقى النقطه تحت ده معناها سنس، يعني عشان كذا اللي هو السبب بتاعي. ليه انا هقول الكلام ده؟ since AB intersect CD equal M، عشان التو لاينز دول اتقابلوا في الام، يبقى therefore اللي هي بتبقى النقطه فوق، therefore measure angle ده الاستنتاج بتاعي انا بقى. يبقى السنس ده السبب اللي انت بتديهولي، ده بيبقى given عاده. يبقى السنس عادة بتبقى given في السؤال عشان السبب اللي انت قلته اللي هو AB intersect CD equal M، يبقى therefore اللي انا هستنتجه بقى ايه هو؟ measure angle BMD اللي هي باصه فوق equal مين؟ measure angle AMC اللي هي تحت. هل ده هو كان قايله في السؤال ولا انت اللي استنتجته؟ انت اللي استنتجته. يبقى الاستنتاج بالنسبه لنا بنكتب قبليه therefore اللي هي بتبقى النقطه فوق، وعشان تفتكرها افتكرها كده therefore او therefore تبقى النقطه فوق،
تمام كده، اللي هو الاستنتاج بتاعك انت، هو ده الزيرفور. تمام. طب انا عرفت منين؟ عشان التو لاينز انترسكت، وده السبب، ده اللي هو السنس. يبقى ده في او اي. يبقى كده نقدر نقول ان 2 اكس اللي فوق ايكوال ال 80 اللي تحت. هو سؤاله عن الاكس الواحده، يبقى تعمل ايه؟ 80 ديفايدد 2 تبقى 40 degrees. اللي بعده برضو كاتب نفس الكلام، AB straight line intersect CD straight line. يبقى since AB intersect CD at M، يبقى therefore measure angle BMD اللي هي مكتوب عليها الاكس دي 3x minus 10 equal measure angle AMC vertically opposite angles. انا بكتب السبب، والكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه عشان لو سؤال مقالي تكتبه كويس عشان تاخد الدرجه كامله. since ان التو لاينز intersect at M، يبقى therefore الميجر ده قد الميجر ده، وتكتب اللي عليه الاكس واللي قصاده الرقم. تمام. طب اللي عليها الاكس مكتوب كام؟ 3x minus 10 equal اللي قدامها كام؟ 125. حضرتك طبعا هتودي الماينس 10 الناحية التانية تبقى بلس 10، فيطلع 135. وبعد كده الاكس الواحدة 135 divided 3 تطلع 45 degrees. برضو حضرتك تقدر توقف الفيديو وتحل السؤال ده لوحدك وترجع تتأكد من اللي انا هعمله. since AB straight line هو قايله given اهو، قلت لك السنس عادة بتبقى given. since AB straight line intersect CD straight line at M، يبقى therefore measure angle اللي عليها الاكس AMD equal measure angle BMC اللي هي 55، وده عشان vertically opposite angles. يبقى 3x plus 1 equal 55. طبعا هنودي البلس 1 الناحية التانية minus 1 تبقى 54، وبعد كده divided 3 تطلع الاكس 18 degrees. نيجي بقى يا شباب دلوقتي لاخر موضوع معانا اللي هو الاccumulative angles at a point. يعني ايه الكلام ده؟ sum of measures of accumulative angles at a point equal كام؟ تعال اقول لك. ويعني ايه اصلا accumulative angles at a point؟ انا عندي بوينت معين، ممكن ارسم راي وراي يبقى انا عملت انجل، كمان راي يبقى انا عملت another انجل، كمان راي يبقى انا عملت third انجل، وفي فورث انجل، وممكن اعمل كذا انجل، ممكن اعمل 100 انجل. تمام كده. الصم بتاع الميجرز دول كلهم كام؟ هم كلهم هيعملوا سيركل واحده، يبقى الصم بتاعهم كلهم equal 360 degree whatever النمبر اوف انجلز، لان كلهم في النهايه سيركل واحد. ويعني ايه كلمه accumulative؟ يعني كلهم متجمعين عند نقطه واحده، يعني الانجلز دي كلها متجمعه عند بوينت واحده بس، يبقى كل الانجلز اللي اراوند البوينت دي بيسموهم accumulative angles. ممكن مثلا تبقى دي 120 70 90. لو انت عايز تجيب الرابعه الاخيره المفروض تعمل 360 ماينس الكلام ده كله. تمام كده، فهتطلع معانا 80. طب واحد يقول لي لو نفس المنظر هو 70 و90 و80 وال 120 دي تروح تقسمها حتتين بحيث حته منها 35 يبقى الباقي كام؟ 85. المهم في النهايه لو انت جمعت الفايف انجلز دول كلهم هتلاقيهم 360، ولو جمعت الفور انجلز اللي هنا برضو هتلاقيهم 360. يبقى دلوقتي لو سالتك سؤال يبقى السم اوف ميجرز كلهم كام؟ طبعا اتفقنا سواء كانوا 4 سواء كانوا 5 360. يبقى لو انا سالت السؤال الاخير ده sum of 5 accumulative angles at a point، ايه علاقته بالsum بتاع 4 accumulative angles at a point؟ يكش حتى يكونوا 100. صم 5 قد صم 4 قد صم 6 قد صم 7، لان كلهم اراوند بوينت واحده، يبقى التوتال صم في النهايه سواء كانوا 5 انجلز 4 انجلز 7 انجلز هيبقى ايكوال بعض، الاثنين بيساووا بعض، ده 360 وده برضو 360. تعال نشوف السؤال بتاعها. انا المنظر اللي قدامي ده لا شايف ستريت لاين ولا شايف اي حاجه، انا شايف accumulative angles at a point، انا ببص على رقم واحد. يبقى المفروض ان الصم بتاعهم كلهم ايكوال كام؟ 360. تمام. فيبقى المفروض ان الاكس اللي هو عايزها بلس ال 100 بلس ال 20 بلس ال 90 اللي هو السكوير اللي محطوط ده، هو مش كاتب ال 90 صريح بس طالما حاطط سكوير كده يبقى الانجل دي بكام؟ ب 90 بلس ال 35. كل ال 5 انجلز دول ايكوال كام؟ 360.
يبقى الاكس تنزل زي ما هي، ونجمع كل النمبرز اللي جنب الاكس. 100 بلس 20 بلس 90 بلس 35، كل ده يطلع 245 equal 360. وعشان اجيب الاكس يبقى 360 minus ال 245 هتطلع 115 degrees. السؤال اللي بعده طبعا نفس الكلام، عندنا x بلس اللي جنبها فوق 90 بلس 140 بلس 100، الكلام ده كله equal 360. يبقى x ونجمع بقى ال 90 بلس ال 140 بلس ال 100 هيطلع 330، كل ده equal 360. نجيب الاكس ازاي؟ 360 minus 330 تطلع 30 degrees. اخر حاجة يا شباب بقى عشان نلم كل اللي قلناه تقريبا، المنظر اللي قدامك في الاول ده بيقول BA perpendicular to BC. واطلب منك اي حاجة بقى يا مستر، انت مش مديني ولا رقم، بس انا قايل لك ان البي اي perpendicular على البي سي، وبعد كده هو راسم تو ريز في النص، بس حاطط ايه بقى؟ ستار وستار وستار. معنى كده ان الثلاثه دول ايه؟ قد بعض طبعا. يبقى عشان تجيب اي واحده منهم، اي واحده منهم، انا اخترت مثلا الاي بي دي، هنعمل ايه بقى؟ ايوه 90 divided 3، لان هما الثلاثه قد بعض، والثلاثه بلس بعض equal 90. يعني ممكن تسميهم كلهم اكس بقى، يبقى اكس بلس اكس بلس اكس equal 90، يبقى معناها ان 3x equal 90. يبقى الاكس الواحده 90 divided 3 تطلع 30 degree. يبقى دي لوحدها ب 30 ودي ب 30 ودي ب 30. يطلب بقى اللي هو عايزه. لو طلب مثلا measure angle ABE، ABE اللي هي اتنين مع بعض، يبقى 30 بلس 30 يعني 60 degrees. طب الرسمه اللي بعدها، انا شايف straight line اهو، هو كمان قايل لك ايه؟ B belongs to straight line AC، وبرده الثلاثه اللي فوق كلهم قد بعض. يبقى عشان اجيب اي واحده منهم هنعمل ايه؟ 180 المره دي divided 3، لان الصم هنا 180 مش 90. يبقى هتعمل 180 divided 3 تطلع 60. يبقى كل واحده منهم 60. لو طلب واحده بس هنقول 60، انما لو طلب مثلا دي بي سي، دي بي سي يبقى هو كده عايز اتنين مع بعض، يبقى 60 بلس 60 يبقى 120 degrees. اما اخر رسمه دول accumulative angles، انا لا شايف straight line ولا perpendicular، دول accumulative angles. بس كام واحده دول؟ ثلاثه، وكلهم قد بعض، ستار وستار وستار، يبقى الصم بتاع الثلاثه 360. انا ممكن اسمي x بلس x بلس x عشان هما الثلاثه قد بعض، يبقى 3x equal 360. يبقى عشان اجيب الاكس الواحده اللي هي اي انجل فيهم، ولتكن مثلا بي ام سي، هتبقى 360 divided 3 تطلع 120 degrees. آخر سؤال بقى معانا يا شباب، calculate the value of x in each of the following. أول سؤال AB perpendicular to AC، يبقى since AB perpendicular to AC يبقى therefore إيه بقى؟ أيوه، يبقى الصم بتاع الاتنين equal 90، يبقى 2x plus 2 plus x plus 1 كل ده equal 90. نجمع الاكس يبقى 2x plus x يبقى 3x، و2 بلس 1 اللي هي الارقام اللي من غير اكس خالص يبقوا 3، نوديهم الناحيه الثانيه بالماينس يبقى 90 ماينس 3 تطلع 87، وعشان اجيب الاكس الواحده 87 ديفايدد 3 تطلع 29. طب اللي جنبها برضه بيربنديكولر، بس هل الثلاثه قد بعض؟ لا، بس في اتنين قد بعض اللي هي ستار وستار، عشان كده انا كتبت هنا اكس تانية. طالما اللي تحت اكس يبقى اللي فوقيها اكس، عشان الاتنين دول قد بعض. وسنس ان هما perpendicular BA perpendicular to BC، ده معناه ان الاكس بلس الاكس بلس ال 40 كل ده equal 90. x بلس x تبقى 2x بلس ال 40 equal 90، ونودي ال 40 بالماينس تبقى 50، وبعد كده عشان اجيب الاكس الواحده 50 divided 2 تبقى 100، سوري تبقى 25. اخر سؤال، C belongs to AB straight line، ده كده straight line تمام. في واحدة ب 35 وواحدة ب 90، وهو طالب التالتة اللي هي الاي سي بي. انا ممكن اسميها اكس، يبقى انا عندي كده اكس بلس 90 بلس 35، عشان ده ستريت لاين هنكتب 180، وبعد كده نجمع ال 90 بلس ال 35 تبقى 125 equal 180، وعشان اجيب الاكس
يبقى 180 minus 125 تطلع 55 degrees، اللي هي الميجر اللي هو طالبه ECB. انما لو كان طالب مثلا BCD يبقى هنجمع الاكس اللي انا طلعتها بلس ال 90. انما هنا هو عايز الاي سي بي بس، اللي هي 55. الى هنا يا شباب يبقى انتهى اول درس عندنا في الجيومتري، اللي هو relation between angles و types of angles. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.